يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ميعادنا ان شاء الله مع حل هوم وورك ويك 4 التقييمات بتاعه الوزاره. تعال نشوف السؤال الاولاني بيقول لحضرتك ايه. السؤال الاولاني بيقول لك 100 مللي of 0.5 molar magnesium hydroxide is mixed with 200 milli of 0.6 m hydrochloric acid according to the following equation. ماشي، ايه الحل يا معلم؟ ودي لك الايكويشن بتاعته. قال لك بقى طالب منك ايه؟ الكونسنتريشن اوف ذا اكسس امين افتر ذا مين؟ ذا رياكشن. طب ما تعالى نتفق على حاجه، ايه اللي انا ملاحظه؟ انت مديني هنا 100 مللي اوف 0.5 مولر من مغنيسيوم هيدروكسيد، ماشي، ومديني 200 مللي اوف 0.6 بتاع مين؟ الهيدروكلوريك اسيد. لو انا بصيت على التو سبستنس دولت هلاقي ان التو سبستنس دولت مبدئيا كده موجودين فين؟ دولت مديهم لي الرياكتنت اساسا، دولت مين؟ الرياكتنت. يبقى افهم على طول كده ان دي مساله يا معلم ليميتنج رياكتنت اصلا. حلو حلو. يبقى اول حاجه عشان اعمل في مساله الليميتنج رياكتنت انا مش بشتغل بالملي، اللي انا بشتغل يا اما جرام، يعني لو انا بشتغل في ماسز، يا اما لتر لو في فوليوم، او مول، او حتى كمان في بورتكل اللي هو الاتوم او الاين او ايه او المولكيول. بس انت هنا جايب لي ملي لتر وكونسنتريشن اللي هو المولر. طب الحل ايه يا معلم؟ الحل اللي انا اجيب من دولت مين؟ اجيب منهم النمبر اوف المول، اجيب من ديت النمبر اوف المول. يعني بمعنى صح كده كان انت بتقول لي اجيب النمبر اوف المول بتاعت مين؟ بتاعت الرياكتنت بتاعتك. طب ما تعالى نجيب النمبر اوف المول. احنا خدنا لو بالمنظر دوت، بيقول لك اللو ده ان حضرتك لو عايز النمبر اوف المول يبقى تساوي المولاريتي تايم الفوليوم وفي السوليوشن. ماشي، حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. تعالى يا باشا نبدا بقى واحده واحده. تعالى نبدا مثلا المغنيسيوم هيدروكسيد. انا عايز احسب النمبر في المول. المولاريتي بتاعتك كام؟ 0.5 اهو ام في. حلو. تايم الفي بتاعتك يا صاحبي، الفي بتاعتي والله 100. حلو، يبقى 100 اوفر 1000. ليه عملت ديفايدد 1000؟ عشان مش بشتغل بالملي لتر، لان الفوليوم اوف السوليوشن بتاعك بيشتغل بالليتر. ماشي، لما اجي احسب ده يا معلم يطلع كام؟ 0.0 مول. جميل. هعمل ايه بعد كده؟ هحسب برضو النمبر في المول بتاعت الهيدروكلوريك اسيد. ماشي، الكونسنتريشن كام؟ 0.6 تايم، ماشي، وادي هنا 200 اوفر 1000 واحسبها يا معلم طلع كام؟ 0.12 مول. حلو، يبقى انا كده معايا ايه يا معلم؟ معايا الاتش سي ال، معايا النمبر في المول بتاع اللي هو 0.12، معايا المغنيسيوم هيدروكسيد بتاعك اللي هو 0.05 مول. ايه الحل اللي بعد كده؟ بما ان انا معايا التو رياكتنت يبقى اجيب التو رياكتنت كده على جنب عشان اشوف مين منهم الليميتنج رياكتنت. يبقى 2 اتش سي ال واروح اجيب الام جي او اتش باي 2. طب احنا خدنا طريقه الليميتنج رياكتنت ازاي؟ بعمل سي لاين اهوت، ادي اللاين الاولاني وادي الثاني وادي الثالث، واتفقنا ان الثالث ده بنعمله منقط كده عشان اقول لك ان دي حته الليميتنج رياكتنت. طب جميل جدا، ده منقط اهوت. حلو، اول لاين ده بروبلم ايكويشن، بعد كده اللي فوق اوفر اللي تحت. في البروبلم كام؟ احنا طلعنا الهيدروكلوريك اسيد ب 0.12 مول والمغنيسيوم هيدروكسيد طلعنا 0.15 مول. طب اللاين اللي بعد كده هنزل دي، طالما دي مول يبقى ينزل تحت منها مول، يبقى اخد ال2 ديت يبقى هنا 2 مول. هنا في اي ارقام؟ لا، هنا يبقى 1 مول. هعمل ايه بعد كده؟ اتفقنا اللي فوق اوفر اللي تحت واللي فوق اوفر اللي تحت. نفتح هناك ما نسيب بقى. جبنا الكالكوليتور، تعالى نحسب بقى الارقام بتاعتي. تقول لي 0.12 اوفر 2 تدوس ايكوال، طلع عندك الريزلت بتاعتك 0.6. طب هنا تقول لي 0.05 اوفر 1 يطلع 0.05 مول. مين اللي لسه اماونت هنا؟ اللي لسه اماونت بالنسبه لي هو المغنيسيوم هيدروكسيد، يبقى اذا المغنيسيوم هيدروكسيد هو الليميتنج رياكتنت. طب جميل جدا جدا جدا، هنا عرفت المغنيسيوم هيدروكسيد هو الليميتنج رياكتنت. طب حلو جدا. انت هنا بتقول لي concentration of excess anion after the reaction، يعني بمعنى اصح كده ان الجزء بتاع الهيدروكلوريك اسيد مش كله حصل له رياكت، يعني الجزء اللي حصل له رياكت اللي هو 0.012 ده. طب ايه الحل بقى يا معلم؟ الحل بقى ان انا اشوف ال 0.12 مول ده قد ايه منه حصل له رياكت وقد ايه منه حصل له ان رياكت. وانا دلوقتي لما احسب الجزء اللي حصل له رياكت اروح اجيب الجزء الان رياكتد، والجزء الان رياكتد ده اروح اجيب الكونسنتريشن بتاعه عشان احسبها.
طب الحل اللي بعد كده اعمل إيه دلوقتي؟ هتقول لي خلاص انا ممكن اعمل على ديت كده كويستشن مارك هنا اهو عشان احسب قد ايه اللي حصل له رياكت. خلاص تعالى نشوف اللي حصل له رياكت من الهيدروكلوريك. هتقول لي ايه؟ مش دي كويستشن مارك اهو، هعمل كروس مالتيبيكيشن يبقى 0.05 تايم 2 اوفر 1 وتعالى نشوف الريزلت بتاعتها تطلع كام. يبقى 0.05 تايم 2 اوفر 1 طلع قد ايه يا معلم؟ طلع 0.1. يبقى ده 0.1 مول حصل له رياكت منين؟ من HCl. يبقى اذا الان رياكتد هيكون كام؟ هتقول لي خلاص 0.12 ماينس 0.1، فلما تجيب الريزلت بتاعتك تعالى نشوف الريزلت بتاعتك تطلع قد ايه؟ تقول لي 0.12 ماينس 0.1 دوس ايكوال يا معلم، طلع بالنسبه لك 0.02 مول. ده الجزء الان رياكتد. طب حلو، مش انت طلعت الجزء الان رياكتد اصلا؟ اللي هو بالنسبه لي الاكسس. عسل قوي. ايه اللي مطلوب من حضرتك دلوقتي؟ مطلوب من حضرتك دلوقتي ان انت تجيب الكونسنتريشن. هو الكونسنتريشن ده بيساوي ايه يا معلم؟ هتقول لي الكونسنتريشن انت قلت لي ان المولاريتي بتساوي الان اوفر الفوليوم. ماشي، انا معايا مين؟ معايا الان اهي، انا طلعتها اللي هي 0.02. طب المولاريتي هو عايز يحسبها مثل مين؟ الفوليوم بتاعك. طب انا دلوقتي مضطر ان انا احسب التوتال فوليوم. هو التوتال فوليوم بتاعك مين بقى يا معلم؟ الفي الاولانيه كانت 100 مللي، والفوليوم الثانيه اللي هي كام؟ 200 مللي، عشان هو ده بالنسبه لي يمثل مين؟ ده بالنسبه لك يمثل التوتال فوليوم. يطلع كام؟ 300 مللي. بس خلي بال حضرتك ان الفوليوم بتاعتك بنشتغل بالليتر، يبقى انا هضطر ان انا اجيب الفوليوم ده واعمل له ايه يا معلم؟ هعمل له تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان احول له ايه؟ لليتر. يبقى اذا المولاريتي بتاعتك هتساوي الان اللي هي 0.02 اوفر دلوقتي 300 تايم 10 باور نيجاتيف 3، ونشوف الريزلت بتاعتك هتطلع كام يا صاحبي. تقول لي ماشي 0.02 اوفر 300 تايم 10 باور نيجاتيف 3 دوس ايكوال يا معلم. طلع الرقم ده طلع ايه بقى؟ 0.06 مين بقى؟ المولاريتي. ماشي كده، مين ده؟ ده المولاريتي بتاعت مين اصلا اللي احنا حسبناها؟ ده الان رياكتيف بتاع ال HCl. طب جميل جدا. هو انا عايز اسال سؤال بمنتهى البساطه، ايه هي يا معلم؟ فانا دلوقتي لو عايز احسب مين؟ عايز احسب ايه؟ الكونسنتريشن بتاعت الاكسس اناين. مش انت ال HCl ده؟ تعالى كده يا باشا، لما اعمل ال HCl هيديني اتش بوزيتيف بلس Cl نيجاتيف. لو انا ده كان 0.06 يبقى برضه هو ده 1 مول، فطلع لي برضه اتش كام يا باشا؟ 0.06 وده 0.06، فاذا يبقى السيل بتاعتك بتساوي كام؟ 0.06. فاذا يبقى الانسر بتاعتك لتر ايه؟ لتر سي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك the volume of 2 molar sulfuric acid required to prepare 250 ml of 0.25 molar of solution. بص يا معلم، عايزين نتفق على حاجه. احنا عندنا لو بيقول لك ايه؟ M1 V1 بيساوي M2 V2. عشان ما تتلخبطش خالص في القصه دي، مبدئيا كده انا عايز اعمل دايليوشن، يبقى مبدئيا كان الكونسنتريشن هنا بيكون اعلى حاجه والفوليوم هنا بيكون قليل. الكونسنتريشن بقى بعد الدايليوشن بيكون قليل، الفوليوم هو اللي بيكون عالي. حلو، دي اول تركايه لازم تكون فاهمها. تاني حاجه ان ال V2 بالنسبه لك بتمثل V1 بلس الادد ووتر. ان انا كنت جبت الفي 1 وبعد كده ضفت عليها شويه ووتر، بعد كده برسم الرسمه بتاعتك بالمنظر ده. تعال نفهم بقى الرسمه دي برسمها ازاي. قال لك the volume of 2 molar sulfuric acid required to prepare 250 milliliter of 0.25 solution. مبدئيا كده هو ده بالنسبه لك ام ايه؟ هتقول لي ده M2، ودوت بالنسبه لك V2، ودوت بالنسبه لي M1. يبقى انا عايز الفي. حلو، ممكن تحلها على طول بس انا عايزك تفهم المساله دي بتتحل ازاي اصلا. تقول لي بص يا معلم، انا كان عندي فوليوم عادي خالص اللي هو الفي 1 بالنسبه لحضرتك، وعندي مين تاني؟ الام بتاعتها. انا الام 1 دي بكام؟ ب 2 مولر. الفي 1 دي انا مش عارفها. حضرتك رحت ضفت شويه ووتر. حلو، لغايه هنا مثلا اهو. حلو، شويه الووتر ده قال لك كام؟ 250. 250 ده عباره عن ايه بقى؟ ال 250 حضرتك دي بتمثل ده كله. يعني ايه بتمثل ده كله؟ يعني اللي هي بالنسبه لي الفي 2. يعني ايه بتمثل ده كله؟ بتمثل في 1 بلس الادد ووتر. يعني تقصد ان 250 دي بتمثل الفي 1 والادد ووتر؟ بتمثل ده كله. حلو، وبعد كده الام 2 دي اللي هي مين بقى؟ دي الكونسنتريشن برضو بتاع مين؟ بتاعت المنطقه دي كلها.
بعد الدايلوشن اللي هي كام بقى دلوقتي 0.25. حلو، انا عايز مين هنا؟ انت عايز الفوليوم بتاعك، يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل هايد على الفي كام؟ على الفي 1 اهو. يبقى انا دلوقتي لو عايز الفي 1 هتقول لي يبقى خلاص، يبقى اذا الفي 1 ايكوال ام 2 تايم الفي 2 اوفر مين يا صاحبي؟ اوفر الام 1. يبقى الام 2 بكام اصلا مداني في المساله؟ 0.25 تايم الفي 2 بكام؟ ب 250 اوفر الام 1 اللي هي كام؟ 2. ونحسب المساله بتاعتك وتشوف الريزلت بتاعتك تطلع ايه. يبقى 0.25 تايم 250 اوفر 2. تعالى نحسب، طلع عندك كام؟ 31.25 مين؟ ملي لتر. يبقى اذا الانسر بتاعتك مين يا صاحبي؟ لتر تي. تعال نشوف المسألة اللي بعد كده. المسألة اللي بعد كده بيقول لك how many gram of sodium phosphate required to preparing 2 liter of 0.3 molar of solution. بص يا صاحبي، احنا عندنا لو كده كان بيقول لك ايه؟ ان المولاريتي بتساوي number of mole تايم الفوليوم اوف السوليوشن، ولازم يكون بليتر. واحنا خدنا ان النمبر في المول لو حضرتك عايز تحسب الماس بتاعتها ففي ريليشن بين الماس وادي المولر ماس عشان تجيب النمبر وفي المول. يعني الراجل بمعنى صح بيقول لحضرتك لو سمحت انا عايزك تحسب لي الماس ديت. يبقى اول حاجه حضرتك مطالب ان انت تكتب لي المولر ماس، وبعد كده حضرتك من اللو ده عن طريق ان هو مدي لك المولاريتي وتجيب الفوليوم اوف السوليوشن، حضرتك هتضطر ان انت تحسب النمبر في المول. بعد كده تاخد النمبر في المول تحطه هنا. احنا عملنا تريكايه حلوه قوي بقى، جمعنا التولو ده وعملنا لوب كبير قوي. اللوب الكبير قوي ده عباره عن ايه بقى؟ تعال نشوف اهو. اللوب الكبير ده يا صاحبي بيكون فيه 4 سيكشن اهو. اول حاجه هنا ماس، بعد كده مولاريتي، بعد كده هنا بالنسبه لك الفوليوم اوف السوليوشن ولازم يكون بالليتر، وهنا مين؟ المولر ماس. انت عايز تحسب مين؟ حضرتك مضطر ان انت تحسب الماس. طب جميل، انا المولاريتي مداني 0.3، الفوليوم اوف السوليوشن مداني بالليتر مديني 2 لتر. نقص مين دلوقتي؟ نقص المولر ماس. طب المولر ماس بتيجي منين؟ بتيجي حضرتك من الكيميكال فورمولا اللي بتكتبها بايدك. طب انا مضطر ان انا دلوقتي اكتب الكيميكال فورمولا. طب اكتب الكيميكال فورمولا بتاعتي ازاي؟ قلنا بنكتبها في 3 ستيب. ايه هما؟ اللي بتشوفوا انت واكتبوا. ماشي، صوديوم ان ايه، بعد كده فوسفات PO4، بعد كده الستيب نمبر 2 اسال عن الفالنس ال N1 الفوسفات ب 3. دي ستيب نمبر 2. ستيب نمبر 3 اعمل سمبليفاي اعمل كروس. لا كده انا مضطر اعمل كروس، يبقى Na 3PO4. تعال احسب بقى المولر ماس. راح احسب المولر ماس بتاعت الكومباوند ده. عندي كام Na؟ عندي 3، يبقى 3 تايم 23. حلو، بعد كده البي دي 31. عندي كام اكسجين؟ 4، يبقى 4 تايم 16. احسب المولر ماس دي يلا. يبقى 2 تايم 3 تايم 23 بلس 31 بلس 4 تايم 16، ونشوف طلع كام يا معلم. طلع 164 جرام بالمول. يبقى تشيل بقى المولر ماس دي وتكتب مين؟ تكتب المولر ماس بتاعتها الفوليوم بتاعتها اللي هي كام؟ 164. ماشي، يبقى اذا الماس بتاعت حضرتك هتساوي مين؟ هتساوي 0.3 تايم 2 تايم 164. وتعالى نحسبها. يبقى 0.3 تايم 2 تايم 164. طلع الريزلت دي بالنسبة لك بتساوي كام؟ 98.4 مالها جرام. ماشي، اللي يعني 1 لتر ايه. تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده. ونادنج 2 ملي لتر of 0.2 molar sulfuric acid to 300 ملي of 0.2 calcium hydroxide according to the following equation. المولاريتي بتاعت الان رياكتد سبستانس. يبقى مبدئيا كده حضرتك هتعمل ايه؟ المساله دي زي ما احنا قلنا، طالما انا عندي مديني concentration ومديني فوليوم بتاعت تو سبستانس موجوده في الرياكتنت، يبقى على طول المساله دي ليميتنج رياكتنت. يبقى اول حاجه حضرتك هتعملها ايه؟ ان حضرتك هتحول كل الكونسنتريشن والفوليوم اللي عندك دي لنمبر في المول. طب تمام، تعالى نحسب النمبر في المول بتاعت كل واحده من دول. هنقسم دلوقتي السلايدز بتاعتي اهيت. تعالى نمسك السلفوريك اسيد ادي H2SO4. ماشي، انت عايز تحسب مين؟ عايز النمبر في المول. يبقى النمبر في المول بيساوي ايه؟ هتقول لي والله لو احنا بصينا لللو بتاعنا
كان اللو بتاعي بيقول لك لو انت عايز النمبر في المول يبقى المولاريتي تايم الفوليوم. المولاريتي بتاعتك كام؟ 0.2 تايم 200 تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان ايه؟ الفوليوم بتاعي لازم اشتغل بالليتر. تعالى نحسبه ونشوف النمبر في المول قد ايه. يبقى 0.2 تايم 200 تايم 10 باور نيجاتيف 3. طلع الريزلت بتاعتك كام؟ 0.04. ايه دي يا معلم؟ دي مول. طب تمام، انا كده طلعت السلفوريك اسيد. تعالى نروح نجيب الكالسيوم هيدروكسيد. النمبر وفي المول هيساوي المولاريتي تايم الفوليوم اوف السوليوشن بتاعي. المولاريتي بكام؟ المولاريتي قال لك 0.2 تايم 300 تايم 10 باور نيجاتيف 3. وتعالى نحسبها. يبقى 0.2 تايم 300 تايم 10 باور نيجاتيف 3 الدوز طلع كام؟ 0.06 مول. كده انا طلعت مين؟ كده طلعت النمبر في المول اوف الرياكتنت بتاعتي. بعد كده انا عايز احسب ليميتنج رياكتنت. فانا عشان تعمل ليميتنج رياكتنت بمنتهى البساطه اتفقنا حاجه مهمه جدا. هجيب التو رياكتنت مع بعض اهو، ادي H2SO4 وراح اجيب الكالسيوم هيدروكسيد. واحنا بنعمل سيري لاين، ادي اللاين الاولاني وادي اللاين الثاني وادي اللاين الثالث بيكون في البحر. اللاين الاولاني في البروبلم ايكويشن، بعد كده اللي فوق اوفر اللي تحت. تعال نشوف اول حاجه البروبلم بتاعتك. السلفوريك اسيد بكام؟ 0.04 ماشي، والكالسيوم هيدروكسيد 0.06. جميل. بعد كده اللاين التاني الايكويشن، هنا عندك قد ايه؟ هنا بالنسبه لي 1 مول. ليه 1 مول؟ عشان انت اللي فوق كام مول؟ طب ودوت مول، يبقى اذا هنزل ده مول عادي اهو، يبقى كام؟ 1 مول. بعد كده اعمل اللي فوق اوفر اللي تحت واللي فوق اوفر اللي تحت، فهنا يطلع كام؟ 0.04 وهنا يطلع 0.06. يبقى انا بالنسبه لك مين اللي لسه اماونت اصلا؟ السلفوريك اسيد. يبقى انا استنتجت كده في التريكايه ديت ان السلفوريك اسيد هو الليميتنج رياكتنت. يبقى اذا السلفوريك اسيد از limiting reactant، هو الليميتنج رياكتنت بالنسبه لك. ماشي، انت عايز مين؟ المولاريتي بتاعت الان رياكتد سبستنس. يبقى الحاله اللي زي كده مضطر ان انا اشوف قد ايه بقى من الكالسيوم هيدروكسيد ما حصلوش رياكت. يعني تقصد ايه من الكلام ده؟ مش احنا حسبنا من شويه النمبر في المول بتاعت مين؟ الكالسيوم هيدروكسيد اللي هي كام؟ 0.06 مول. ده معنى كده ان 0.06 ده اهو، معنى كده ان 0.06 مول وفي الكالسيوم هيدروكسيد. الجزء ده كله يا صاحبي فيه جزء رياكتد وجزء تاني ان رياكتد. حلو، انا هحسب ريليشن معينه بين السلفوريك اسيد والكالسيوم هيدروكسيد. هحسب جزء رياكتد، بعد ما اجيبه هشيل 0.06 من الجزء رياكتد عشان احسب الان رياكتد. ولما اجيب الان رياكتد ده يبقى انا دلوقتي اروح احسب ايه؟ المولاريتي بتاعتها. طب تمام، هروح احسب اهو H2SO4 مع الكالسيوم هيدروكسيد اهوت. انا هعمل كام لاين؟ 3 لاين اهوت، عشان عندي السلفوريك اسيد هو الليميتنج رياكتيف هو الانون، الكالسيوم هيدروكسيد هو الانون. يبقى بروبلم ايكويشن، بعد كده اعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. البروبلم بتاعتي انت خلاص حسبت لي السلفوريك اسيد ب 0.04 مول، وانا عايز اشوف قد ايه بقى من ال 0.606 دي قد ايه اتفاعل. يبقى مول هنا اهو. بعد كده اللاين التاني بما ان دي مول هنزل هنا مول. طب دي مول يبقى هنا هنزل ايه؟ مول اهو. بعد كده اعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. يبقى كروس مالتيبليكيشن 0.04 تايم 1 اوفر 1 يطلع كام؟ 0.04 مول. انا دلوقتي عرفت ان قد ايه رياكتد 0.04. فانا عايز الان رياكتد هحسبها بقى واشوف التمبريتشر بتاعتك هتطلع لك قد ايه يا معلم. تقول لي 0 ده 0.06 ماينس 0.04. طلع الريزلت بتاعتك كام؟ الان رياكتد 0.02. طب انا عايز مين؟ عايز احسب المولاريتي. يبقى انا هحسب المولاريتي بتاعتك بتساوي النمبر وفي المول اوفر الفوليوم اوف السوليوشن. طب النمبر في المول اللي هو كام بقى؟ اللي هو انت الان رياكتيف بالنسبه لك 0.02 اوفر الفوليوم بقى اوف مين يا معلم؟ وفي السوليوشن. ما تنساش انا حاطط 200 مللي و 300 مللي. حلو، هعمل لهم سميشن مع بعض اهو. يبقى 200 بلس 300، وما تنساش ان حضرتك دولت هعمل لهم تايم 10 باور نيجاتيف 3. ليه؟ عشان قلنا الفوليوم اوف السوليوشن لازم يكون بالليتر. يبقى تعالى نحسبها كده اهو. يبقى هتقول لي تعالى نشوف اهو 0.02 اوفر 500. مين ال 500 دولت؟ ما دولت ال 200 بتوع السلفوريك اسيد وال 300 بتوع الكالسيوم هيدروكسيد. ماشي، هتقول لي تايم 10 باور نيجاتيف 3 ونشوف الريزلت بتاعتك طلعت كام؟ طلعت 0.04. ده مين؟ ده ام.
ماشي، اللي هي الانسر بتاعتك لتر ايه؟ لتر بي. ماشي، تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. قال لك in molar solution of sodium chloride every 100 milliliter of solution contain قد ايه جرام؟ ماشي، يعني الراجل عايز ايه يا معلم؟ يعني الراجل بمعنى صح كده عايز الماس بتاعت مين؟ بتاعت الصوديوم كلورايد. طب ماشي، مش دي السبستنس بتاعتي؟ ايوه، السبستنس بتاعتي دي NaCl. طب اعمل ايه دلوقتي يا صاحبي؟ هتقول لي خلاص مش انت حضرتك عايز الماس؟ اه، احنا عندنا اللو بتاعنا بيقول لك اهو الاتي اهو. ايه هو؟ ان احنا اتفقنا عندنا لو بيقول لك الماس بتساوي المولاريتي تايم مين؟ الفوليوم اوف السوليوشن بالليتر اوفر المولار ماس. انت عايز مين؟ عايز احسب مين؟ عايز احسب الماس، صح؟ طب المولاريتي، هو الراجل قال لك مولار سوليوشن. مولار سوليوشن يعني ايه؟ يعني مولار سوليوشن يعني 1 ام. ماشي، يبقى انا عادي ايه 1. الفوليوم اوف سوليوشن، الفوليوم اوف سوليوشن لازم يكون بالليتر. طب انت مديني 100 ملي لتر، يبقى انا عايز احولها ايه؟ لليتر، يبقى اعمل لها تايم 10 باور نيجاتيف 3. يبقى تقول لي 100 تايم 10 باور نيجاتيف 3. ماشي. طب المولر الماس، هتقول لي المولر ماس في الكيميكال فورمولا بتاعتي الان ايه؟ سي ال، اللي هي بالنسبه لك 23 بلس 35.5، نحسبها تطلع 58.5. يبقى هنا هتقول لي المولر ماس بتاعتي 58.5. ماشي، يبقى هتقول لي الماس بتاعتي هتساوي 1 تايم 100 تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم 58.5. نحسبها ونشوف الريزلت بتاعتك تطلع كام. يبقى 1 تايم 100 تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم 58.5 طلع بالنسبة لحضرتك 5.85 جرام. والريزلت بتاعتك تبقى الانسر بتاعتك لتر ايه؟ لتر بي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. قال لك if molar concentration يعني 1 مول اوف الالومنيوم اين اللي هو ال Al in a solution of aluminum sulfate Al2SO4 by 3 is 0.6 molar. What is the molarity of the salt solution؟ طب تعالى نشوف واحدة واحدة. مش ده السبستنس بتاعتك AlSO4 by 3؟ اه، تعالى نعمل لها كده سوليوشن عشان تحول الاينز. هتقول لي خلاص بعمل ايه؟ بكسر الكومباوند نصين، لو في رقم تحت بجيبه قبل الكومباوند بتاعك يبقى 2OL، والفالنس بتاعت ال ب 3 بوزيتيف. بعد كده 3 هنجيبها قبل ال SO4 يبقى SO4. ما تنساش ان الفالنس بتاع ال SO4 بيكون 2. ماشي يا معلم. ايه اللي انا استنتجه؟ اللي استنتجه بمنتهى البساطه ان كل 1 مول من الالومنيوم سلفيت بيطلع لي 2 مول من الالومنيوم و3 مول من ال SO4. طب جميل جدا. مش انت بتقول لي بقى دلوقتي ان الكونسنتريشن بتاع ال Al اللي هو ال 2 مول ده 0.6 مولر، يعني 2 مول بيديني 0.6. اه، يبقى اذا دوت الكونسنتريشن بتاعه قد ايه يا معلم؟ هتقول لي خلاص هعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى الكروس مالتيبليكيشن هتساوي 0.6 تايم 1 اوفر 2. عشان تحسبها يا معلم يطلع كام؟ هيطلع بالنسبه لك 0.3 مولر. ماشي، يبقى انا ال 2 مول كانت بتديني الرقم ده، يعني ريشيو بمعنى صح كده ايه؟ 2 to 1. يعني 2 من الالومنيوم ل 1 منين؟ من الالومنيوم سلفيت. يبقى انا لو دلوقتي 0.60، يبقى اذا دي بالنسبه لي بتساوي نص الكميه اللي موجوده فين؟ في الالومنيوم. يبقى كام؟ 0.3. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر دي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك وات از ذا ماس اوف كالسيوم كلورايد. انا عايز الماس بتاعت الكالسيوم كلورايد. ماشي. needed to prepare 2 liter of solution has chloride ion Cl concentration بتاعها 0.5 مولر.
طب جميل جدا. تعال نشوف اصلا لو انا معايا الكالسيوم كلورايد لما يجي يحصل لها ايونايزيشن ايه اللي هيديني؟ هتديني كالسيوم 2 بوزيتيف بلس 2 سي ال نيجاتيف. ماشي جميل جدا الكلام ده. انت بتقول لي الكونسنتريشن بتاعه الكلورايد في اصلا لما جينا عملنا ايونايزيشن، يعني افترضنا دلوقتي ان ال 1 مول من ديت هتديني 1 مول من الكالسيوم وهتديني 2 مول من الكلورايد. حلو. لو انت قايل لي دلوقتي حضرتك ان دلوقتي لما حصل ايونايزيشن للكالسيوم كلورايد فاذا الكونسنتريشن بتاع السيل اصلا كان كام؟ كان 0.5 مولر. ماشي. يبقى انا دلوقتي لو عايز اشوف الكونسنتريشن، لو لاحظنا الريشيو تبقى ايه؟ هنا 1 ل 1 وهنا ل 2. يبقى انا لو كان دي 0.5 مولر يبقى اكيد دي كام؟ هتقول لي نص 0.5 مولر هي كام؟ 0.25 مولر. انا كده جبت مين؟ كده جبت الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم كلورايد. طب جميل جدا. بان انا معايا دلوقتي الكونسنتريشن بتاعت الكالسيوم كلورايد اللي هو الام، وانا معايا اهو بريبير تو لتر اوف سوليوشن، يبقى انا معايا الفوليوم بتاعك برضو. حلو. وانت عايز الماس صح؟ يبقى ناقصني مين يا معلم؟ يبقى ناقص حضرتك المولار ماس اللي انا مضطر ان انا احسبه منين؟ من الكيميكال فورمولا بتاعت الكالسيوم كلورايد. يبقى انا لازم اروح احسب المولار ماس بتاعت الكالسيوم كلورايد. تعالى نحسب المولار ماس اهو. الكالسيوم كام؟ هتقول لي 40 بعد كده 2 تايمز 35.5. ماشي. يبقى 40 بلس 2 تايمز 35.5. تعالى نشوف الريزلت تلاقي كام؟ 111 جرام بير مول. ماشي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي اللوب كبير قوي ده اللي هو كان بيقول لك ايه بقى؟ الماس، وادي هنا المولاريتي، وادي هنا الفوليوم اوف السوليوشن، بعد كده انا مين اخر حاجه؟ المولار ماس. ماشي. انا عايز احسب مين؟ عايز احسب بمعنى صح كده الماس دي. حلو. يبقى تقول لي خلاص الماس هتساوي المولاريتي اللي احنا حسبناها اللي هي كام؟ 0.25 تايم الفوليوم اوف السوليوشن اللي هو 2 لتر اللي هو عايز يحسبها، والمولار ماس احنا طلعناها اهو، واحسبها على الكالكوليتر بتاعتك. يبقى 111 تايم 2 تايم 0.25 تلاقي الريزلت بتاعتك بالمنظر ده اللي هو 55.5 ايه يا معلم جرام. بيز الانسر بتاعتك لتر سي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. قال لك 100 milliliter of sample 0.5 molar of lithium sulfate is diluted to final volume of 400 milli. What is the final molar concentration of lithium ion؟ طب تمام. تعال نتفق على حاجه. مش انت دلوقتي معاك الملي لتر ومعاك الكونسنتريشن، يعني معاك الفوليوم V1 ومعاك ال V2؟ ايوه ماشي. وقال لك دايركت فوليوم كذا، يبقى ده بالنسبه لك ايه؟ ال V2. يبقى ناقص لك مين؟ ال M2 اللي هو عايز تشوف منها بقى يا ترى الفاينل مولر كونسنتريشن بتاع الليثيوم ايون. انا عايز اشوف بقى الليثيوم ايون هيبقى في M2 عامل ازاي. يبقى تقول لي خلاص مش انا عندي اللو بتاعي M1 V1 ايكوال M2 V2. طب تمام. تعالى نشيل كل واحده نحط الفاليو بتاعتها. M1 اللي هي كام اصلا؟ 0.5. ماشي. تايم ال V1 اللي هي كام؟ 100. ماشي ايكوال M2 اللي انا عايزها ال V2 اللي هي كام اصلا؟ 400. ماشي يا عم. هحسب بعد كده هحسب ال M2. يبقى ال M2 بتاعتي هتساوي 0.5 تايم 100 اوفر 400. تعالى نحسب ال M2. يبقى 0.5 تايم 100 اوفر 400 طلع عند حضرتك كام؟ 0.125 ايه مولر. طب جميل. تعالى نشوف بقى الليثيوم سلفايد، الليثيوم ايه سلفيت لما يحصل له ايونايزيشن هكسر الكومباوند هيطلع لي 2Li وادي SO4. ماشي. مش انت دلوقتي الريشيو هنا كام؟ 1 to 2 ل 1. لو انت قايل لي الكونسنتريشن هنا 0.125 يبقى اكيد لو انا عايز الليثيوم تقول لي الليثيوم 2 تايم مين يا معلم؟ 0.125 عشان اجيب مين؟ الكونسنتريشن بتاع مين؟ بتاعت الليثيوم. وتعالى نحسبها. هتقول لي خلاص يبقى الرقم ده هتقول لي تايم 2 يبقى يطلع كام يا صديقي؟ طلع 0.25 مولر. يبقى اذا الكونسنتريشن بتاع الليثيوم في الكومباوند ده بيساوي لتر سي. هنشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لك which of the following solution contains the lowest concentration of الصوديوم ion.
ماشي يا عم. تيجي نتعامل معاها تقول لي ماشي يلا بينا. عشان دلوقتي تجيب الكونسنتريشن بتاع الصوديوم ايون وانت مديني 0.15 هعملها ازاي؟ تقول لي عشان اجيب الكونسنتريشن وفي الصوديوم ايون اول حاجه حضرتك مضطر ان انت تعمل ايه؟ تعمل ايكويشن between السبستنس اللي معايا وتشوف قد ايه منها مول من ال Na بوزيتيف وتشوف الكونسنتريشن ده هنا قد ايه هنا وتعمل عمليه كروس مالتيبيكيشن. طب تمام. تعال نشوف بقى دلوقتي الكونسنتريشن وفي الصوديوم ايون بعد ما احنا نعمل الطريقه ديت هيطلع ايه اصلا؟ كونسنتريشن في الصوديوم ايون هيساوي مين؟ النمبر في المول وفي ال Na بوزيتيف تايم الكونسنتريشن وفي الكومباوند اصلا طب تمام. تعالى اهو انا عندي Na3PO4 ماشي يكسر الكومباوند بتاعك نصين هيطلع لك 3Na بلس PO4 نيجاتيف 3 ماشي. انا عايز احسب الكونسنتريشن بتاع ال Na. انت قلت لي النمبر اوف المول بتاع مين؟ الايون بتاعي. طب انا عندي ال Na بكام يا صاحبي؟ هتقول لي 3 ماشي. والكونسنتريشن بتاع الكومباوند هو اللي كام؟ 0.15 ماشي. احسبها هيطلع كام؟ 0.45 مولر. تعالى للكومباوند التاني لتر بي NaCl هعمل ايه؟ هكسر الكومباوند نصين فاداني Na بوزيتيف Cl نيجاتيف. طب عسل قوي. انت عندك قد ايه من ال Na يا معلم؟ انا عندي 1 بس يبقى 1 تايم الكونسنتريشن كام؟ 0.4 فيطلع كام؟ 0.4 مولر. تعالى نبص على اللي بعده لتر سي NaPr اداني Na بوزيتيف بلس Pr نيجاتيف ماشي. هعمل دلوقتي هكسر الكومباوند بتاعي نصين كسرته Na بوزيتيف Pr نيجاتيف يبقى طلع ايه؟ 1 تايم 0.3 فطلع 0.3 مولر. طب تعالى نبص على اللتر دي Na2SO4 هكسر الكومباوند نصين يبقى 2 Na بوزيتيف بلس SO4 فتقول لي يبقى 2 تايم 0.2 طلع برضه 0.4. يبقى مين هنا الليس اماونت بالنسبه لك؟ الليس اماونت بالنسبه لي يا صاحبي هتكون ايه؟ لتر سي. حاضر. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك the volume of water required to dilute 1 liter of solution from 0.3 molar to 0.1 equal. حاضر. هتقول لي يا باشا انا عندي اللوب بتاعك M1 V1 equal M2 V2 ماشي. انت بتقول لي يا صاحبي بص، تقول لي انا كان عندي solution اهو البدايه بتاعته كان ايه؟ قال لك the volume of water required to dilute 1 liter ماشي حلو. يبقى اول حاجه دلوقتي انا كان عندي solution كان الفوليوم بتاعه الاولاني 1 لتر ماشي والكونسنتريشن بتاعه اللي هي M1 بتاعتك كان 0.3 ماشي. قلت لي من 0.3 ل 0.1 يبقى مبدئيا كده ده ال M2 اللي هو بعد مين؟ الدايلوتد. هو بقى بيقول لحضرتك لو سمحت بقى قول لي كميه الميه اللي انا احطها على ال 1 لتر بتاعك. حلو جدا ماشي. هو احنا مش اتفقنا ان الام الاولانيه بتكون هاي الفي 1 بتكون قليله M2 بتكون قليله V2 بتكون ايه؟ عاليه. ال V2 اللي عباره عن ايه؟ V1 بلس مين؟ الاديد ووتر ماشي. انت عايز مين دلوقتي؟ انا عايز الاديد ووتر. طب مش انا ممكن دلوقتي من اللوب بتاعي دوت انا عندي كام جيفن؟ عندي ال M1 وال V1 وعندي ال M2 جاست ان انا ممكن احسب ال V2 وبعد ما تحسب ال V2 اشيل منها ال V1 اجيب الاديد ووتر. طب ما تعالى ال M1 بكام؟ 0.3 ال V1 ايكوال 1 ال M2 بكام؟ 0.1 وادي ال V2. يلا يا عم نحسب ال V2. يبقى ال V2 بتاعتي بتساوي 0.3 تايم 1 اوفر 0.1 يبقى 0.3 تايم 1 اوفر 0.1 تعالى نحسب طلعت 3 حلو. 3 بقى 3 لتر. طب انا مش عايز 3 لتر انا عايز مين؟ انا عايز الاديد ووتر. يبقى تقول لي ال V2 كانت بتساوي V1 بلس الاديد ووتر. لو انا كانت ال V2 ب 3 وال V1 انت لسه قايل 1 يبقى الاديد ووتر هتبقى قد ايه؟ اهو دي الناحيه الثانيه باوبزيت ساين يبقى الاديد ووتر بتاعت حضرتك لو سمحت كده هتساوي ايه؟ هتقول لي 2 3 ماينس 1 اللي هي ايكوال 2
يبقى اذا الانسر بتاعتك ليتر سي. وبكده نكون خلصنا حل هوم وورك اسسمنت ويك 4. خلصنا الهوم وورك بتاع وبكده نكون خلصنا حل الهوم وورك بتاع ويك 4 من تقييمات الوزاره. اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع حل اسسمنت ويك 4 من تقييمات الوزاره. السؤال الاولاني بيقول لك the relation اللي هي M1 V1 before dilution equal M2 V2 after dilution is used to calculate the concentration of solution after dilution despite the change in concentration. Explain the previous statement in light your studies. بيقول لك بمعنى صح كده ان الريليشن بتاعت M1 V1 before dilution بتساوي M2 V2 after dilution. بص يا معلم، تعالى نفتكر حاجه. هو اصلا ال M1 V1 بتساوي ايه؟ تقول لي بص تعالى كده لو احنا جينا حسبنا هتقول لي المولاريتي بتاعتي بتساوي النمبر اوف المول اوفر الفوليوم بتاعك اوف السوليوشن، صح؟ حلو جدا. تعالى نتخيل كده M1 V1، يعني هتقول لي مبدئيا كده دي النمبر اوف المولز بتاعت السوليد بتاعتي اللي انا بدأت بيها، صح جدا. بتساوي النمبر اوف المول بتاعت مين؟ بتاعت السوليد بتاعتي. هو احنا اصلا بنعمل ايه في عمليه الديليوشن؟ هتقول لي بص، انا الاول بيكون عندي السبستانس بتاعتي، ادي ده بالنسبه لك الووتر او السولفنت بتاعك، وحضرتك بتدوب في سوليوت معين عشان اوصل للكونسنتريشن بتاعك. حلو. اللي انا هلاحظه ايه؟ ان الاماونت بتاعت السوليوت اللي حضرتك بتضيفها في بدايه ايه؟ في بدايه تكوين السوليوشن بتاعتك لسه زي ما هي كونستانت. فحتى لما حضرتك بتيجي تعمل دايلوشن وانت بتزود مين؟ بزود الووتر بس. بس الاماونت بتاعت السوليوت بتاعتك مالها؟ لسه زي ما هي ستيل كونستانت. ففي الحاله اللي زي كده اللي يحصل ان النمبر في المول هيبقى ستيل كونستانت. يبقى تعالى واحنا دلوقتي قلنا الكلام اللي احنا عايزين نكتبه، هتقول لي ان الايكويشن M1 V1 is based on معتمد على مين يا معلم؟ اللو اوف كونزرفيشن اوف المول. هي معتمده على مين؟ على اوف كونزرفيشن ايه؟ بتاعت المول. ليه يا معلم؟ عشان اثناء الدايلوشن بتاعي كان ايه اللي بيحصل؟ ان حضرتك كنت بتادد ايه؟ بتادد سولفنت بس، اللي هو مين بالنسبه لي؟ الووتر. لكن بالنسبه لي النمبر اوف المول بتاعت السوليد بتاعتك هو ستيل كونستانت، ريمين كونستانت. تمام جدا، تمام جدا. لما احنا بنيجي نعمل عمليه الدايلوشن ايه اللي بيحصل؟ هتقول لي نو سوليوت، لا احنا بنعمل ريموف ليها ولا احنا بنعمل ايه؟ اديت سولفنت. وبان انت مش بتضيف سوليوت، لا بنعمل ليها ريموف ولا بتقول عليها اديت، ففي الحاله اللي زي كده اللي يحصل هيفضل زي ما هو النمبر في المول بتاعتها موجوده. لكن الكونسنتريشن بتاعك وارد ايه اللي يحصل له؟ وارد ان هو يتغير، بيحصل له دايلوشن. لان احنا اتفقنا ان الام 1 في 1 اللي بيحصل الكونسنتريشن بيكون هاي، اما الفوليوم الاولاني بيكون قليل. لما حضرتك بتادد ووتر اللي بيحصل في الكونسنتريشن الام 2 بتقل والفي 1 مالها؟ والفي 2 قصدي بتزيد. يبقى في الحاله زي كده الزياده اللي كانت في الكونسنتريشن مع النقص بتاع الفوليوم كان الناحيه الثانيه النقص بتاع الكونسنتريشن بيقابلوا زياده في الفوليوم، فالجابيتين بتساوي بعض. فبالتالي بقى N1 اللي هي النمبر اوف المول بيفور الدايلوشن بتساوي النمبر اوف المول افتر دايلوشن. السؤال اللي بعد كده بيقول لك one of your friends، واحد من اصدقائك added 147.35 جرام of glucose sugar to 150 مللي of water. واحد صاحبك يا باشا راح جايب شويه اماونت من الجلوكوز وراح جاي مدوبهم في 150 مللي اوف الووتر، وقال لك اداني ساتيوريتد سوليوشن الكونسنتريشن بتاعها 5.05 مولر، وقال لك المولر ماس بتاعت الجلوكوز بتساوي الرقم ده. الراجل بيقول لك how many milliliter of water would you advise your friend to add it to dissolve the remaining glucose without changing the concentration of solution. تعال نتفق على حاجه. هو صاحبك يقول لك ايه؟ الراجل صاحبك ده كبير كان جايب دلوقتي بيكر، البيكر ده كان حاطط فيه ووتر، كميه الووتر دي كان 100 مللي لتر اوف ووتر. بعد كده حضرتك ضاف ايه؟ راح ضاف الاماونت ديت اللي هي 147.35 جرام من الجلوكوز. حلو. عشان بمعنى صح كده هو كان عايز يحصل على كونسنتريشن السوليوشن بتاعه ايه؟ 5.05. الفكره كلها ان الاماونت اللي انت ضفتها من الجلوكوز في ال 150 مللي مش كلها دابت. حلو. فبيقول لك بقى قول لي ايه كميه الووتر اللي تساعدني ان انا اضيفها على السوليوشن بتاعي عشان اقدر اوصل للكونسنتريشن ده من غير ما اغيره.
طب ما تعالى في الحاله زي كده اللي المطلوب مني ان حضرتك عشان تجيب الكونسنتريشن والقصه دي كلها، تعالى نحسب ايه؟ نحسب النمبر في المول. ماشي حلو. ليه تحسب النمبر في المول؟ تعالى نحسب اهو. عشان انا دلوقتي عايز احسب الفوليوم اصلا اللي انا هكون محتاجه عشان ادوب الكميه دي كلها. طب هو عشان تدوب الكميه دي بناء عليها هتقولي بص النمبر اوف المول بتاعك بيساوي المولاريتي اللي هي الكونسنتريشن بتاعي يعني اوفر الفوليوم تايم الفوليوم اوف السوليوشن بتاعي بالليتر. ماشي. انت دلوقتي يا باشا معاك المولاريتي اللي هي كان كام؟ 5.05، وانا عايز اشوف الفوليوم اوف السوليوشن بتاعي اللي انا هكون محتاجه. هتقولي طب ما انت مديني ده. لا يا حبيبي، ده هم دول كميه الميه اللي حضرتك دوبت فيها. طب انا لازم احسبها واشوف بقى هو انا محتاج اضيف قد ايه ووتر على ال 150 ديت عشان احافظ على الكونسنتريشن ده. طب يبقى مين ناقص لي؟ النمبر في المول. يبقى انا مضطر احسب النمبر في المول. طب النمبر في المول بتاع مين؟ بتاع السوليد بتاعي. هو السوليد بتاعي ده مين؟ اللي هو الشوجر بتاعي اللي هو الجلوكوز. طب النمبر في المول بيساوي ايه؟ هتقول لي ماس اوفر مين؟ المولر ماس. طب الماس بتاعتي كام؟ 147.35 اوفر المولر ماس بتاعت الجلوكوز. هو الراجل قال لي ايه؟ 180. تعال نجيب الكالكوليتور ونحسبها. هتقول لي 147.35 اوفر 180 ونشوف الريزلت بتاعتك تطلع كام. طلعت 0.816. ماشي، دي ايه؟ دي مول. طب جميل جدا كده. انا جبت مين كده؟ جبت النمبر في المول. طب ما تعالى نشوف الفوليوم اللي انت هتكون محتاجه اصلا. يبقى تقول لي الفوليوم اوف السوليوشن ايكوال مين؟ ايكوال النمبر اوف المول اوف السوليوت بتاعك على مين؟ على المولاريتي. طب النمبر في المول اللي انت طلعته كام؟ 0.816 اوفر المولاريتي اللي انت طلعتها اللي هي كان كام اصلا؟ 5.05. وتعالى نشوف الفوليوم اوف السوليوشن. ماشي. هتقولي 0.816 اوفر 5.05 وتعالى نشوف الريزلت بتاعتك هتطلع قد ايه يا معلم. طلعت الريزلت بتاعت حضرتك كام؟ 0.16. بس خلي بالك ان الفوليوم بتاعك بيكون بالليتر. ماشي يا صاحبي. طب ايه اللي المفروض تعمله دلوقتي؟ هتقول لي انا مش بشتغل بالليتر، انا عايز احولها لملي لتر. ليه اصلا مش بشتغل بالليتر؟ عشان هو مدي لك ايه؟ لتر هنا. يبقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ هحول دي مين؟ هحول دي الملي لتر. طب هو انا ازاي بحول من ملي لتر لليتر اصلا؟ طريقه كنت بتحول من ملي لتر لليتر عن طريق ان انت تعمل تايم 10 باور نيجاتيف 3. طب انا لو معايا لتر عايز احولها لملي لتر، بتقول لي تايم 10 باور 3. يبقى اجيب ال 0.16 تايم 10 باور 3 ونشوف الريزلت بتاعتك. طلعت كام؟ طلع الرقم ده بيساوي 160 مللي لتر. طب تمام. انت كنت عايز ايه؟ انت كنت حاطط الاماونت ديت في 150. طب انا مضطر ان انا احط قد ايه؟ مضطر ان حضرتك ان انا احط كام يا صاحبي؟ مضطر ان احط 10 مللي. يبقى تقول لي مبدئيا كده اهو، يبقى تقول لي 160 ماينس 150 يبقى تحط كام؟ 100 مللي لتر. احط قصدي 10 مللي لتر. ماشي. تعال نشوف المسألة اللي بعد كده. المسألة اللي بعد كده يقول لك 15 مللي لتر of 0.2 molar of hydrochloric acid is added to 0.212 gram of sodium carbonate according to the following equation. يقول لك calculate the concentration of formed sodium chloride in the solution. لأن أنا شايف دلوقتي إن أنت مديني volume concentration بتاع reactant ومديني جرام بتاع مين؟ بتاع reactant تاني. بان انا دلوقتي عندي تو نمبر، او بمعنى اصح كده عندي مديني حاجات بتدل على reactant، يبقى اول حاجه حضرتك تعملها ايه؟ هجيب نمبر اوف المول بتاع reactant عندي. فانا كده عندي تو سبستنس بتوع reactant اللي هو الهيدروكلوريك اسيد والصوديوم كربونات. ففي الحاله زي كده اول حاجه هعملها ان انا هشتغل في المساله بتاعتك ان هي بتكون limiting reactant، ونحدد دلوقتي من الليميتنج رياكتنت مين الليميتنج رياكتنت، واشوف الليميتنج رياكتنت هي اللي هتكون مسؤوله عن طريق ان هي تطلع لي الاماونت بتاعت مين؟ الصوديوم كلورايد. وبعد ما اجيب الاماونت بتاعت الصوديوم كلورايد اروح احسب لها الكونسنتريشن. يبقى اول ستيب بالنسبه لي حضرتك اروح احسبها ان انا اروح احسب النمبر اوف المول بتاعت الهيدروكلوريك اسيد، نمبر اوف المول بتاع الهيدروكلوريك اسيد والنمبر اوف المول بتاع الصوديوم كربونات، واعمل ريليشن ما بينهم. هتقول لي اول حاجه هنروح نحسب النمبر اوف المول بتاع الهيدروكلوريك اسيد. يبقى النمبر اوف المول بتاع الهيدروكلوريك اسيد بيساوي مين؟ خلي بالك ان انا عندي فوليوم وعندي كونسنتريشن، يبقى تقول لي المولاريتي تايم الفوليوم اوف السوليوشن. وحضرتك ما تنساش ان احنا بنشتغل بالليتر
يبقى المولاريتي بتاعتك اللي هي كام؟ 0.2 تايم الفوليوم بتاعك، هتقول لي 15 اوفر 1000 او ممكن تعملها تايم 10 to power negative 3. يبقى تقول لي خلاص تعالى نحسبها ونشوف الريزلت بتاعتي كام. هتقول لي 0.2 تايم 15 تايم 10 to power negative 3. كده حضرتك طلعت مين يا معلم؟ كده طلعت 10 تايم نيجاتيف 3 تايم 3 دي مين يا معلم؟ دي مول. ماشي، تعالى نحسب برضو النمبر اوف المول اوف الصوديوم كربونات. الراجل مديلك ماس، يبقى اذا الماس اوفر المولار ماس. ماشي، الماس بتاعته هو اداني في المسألة كام؟ 0.212 واجيب المولار ماس بتاعة الصوديوم كربونات، يبقى تقول لي 2 تايم 23 بلس 12 بلس 3 تايم 16 عشان احسب النمبر في المول. ماشي، تعالى نحسبها اهو. يبقى 0.212 over 2 تايم 23 بلس 12 بلس 3 تايم 16 واحسبها يا معلم. طلع كام؟ طلع 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. طب جميل جدا. بعد ما طلعت الرقمين دولت انا هروح دلوقتي اعمل ريليشن بين مين ومين؟ بين ال HCl وكمان الصوديوم كربونات عشان اعمل ايه دلوقتي؟ عشان احدد ليميت رياكتنت. بنعمل سير لاين اهوت، واللاين التالت بيكون في البحر هنا. هو لاين بروبلم ايكويشن، وبعد كده اللاين اللي هو اللي فوق اوفر اللي تحت. طب انت حسبت ال HCl اصلا في البروبلم بكام؟ حسبت لي النمبر اوف المول 3 تايم 10 باور نيجاتيف 3 مول، والصوديوم كربونات 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 مول. هعمل ايه؟ بما ان دي مول يبقى هنزل دي مول، يبقى هنا 2 مول. ان دي مول يبقى هنزل ايه؟ دي مول. هعمل ايه؟ اللي فوق اوفر اللي تحت، واللي فوق اوفر اللي تحت عشان نشوف الريزلت بتاعتي ايه. تعالى نجيب الكالكوليتور ونحسب الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. نحسب ال HCl اهو، يبقى 3 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اوفر 2 دوس ايكوال. طلع 1.5 تايم 10 باور نيجاتيف 3. تعالى نروح الناحيه الثانيه. 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 بالنسبه لك ايوه. حلو. مين بقى الليميتنج رياكتنت هنا يا صاحبي؟ لما اجي ابص هنا الاقي ان الاماونت بتاعت ال HCl هي الليس اماونت، يبقى اذا ال HCl هي الليميتنج رياكتنت. طب تمام جدا. مش انت طلعت ال HCl ليميتنج رياكتنت؟ يبقى اول حاجه حضرتك هتعملها ايه دلوقتي؟ هعمل دلوقتي ريليشن بين ال HCl مع الصوديوم كلورايد عشان احسب النمبر في المول بتاعت الصوديوم كلورايد، وبعد ما اجيب النمبر في المول بتاع الصوديوم كلورايد اقسم على الفوليوم بتاعت السوليوشن كله، وبعد ما احسب السوليوشن كله يبقى انا كده جبت الكونسنتريشن. يبقى تقول لي HCl مع ال NaCl عشان احسب النمبر في المول بتاعي. يبقى هعمل ايه؟ 3 لاين ادي 1 2 3 في بروبلم ايكويشن، بعد كده كروس مالتيبليكيشن. ال HCl طلعت عندي كام اصلا؟ هتقولي والله حضرتك حسبتها 1.5 تايم 10 لا، هتقولي مش 1.5 لا، فين اصلا؟ ال HCl احنا حسبنا النمبر في المول بتاع اللي هو كام؟ 3 تايم 10 باور نيجاتيف 3. ماشي، دي ايه؟ دي مول. يا ترى هيطلع قد ايه مول من ال HCl؟ يبقى تقولي كويستشن مارك مول. بما ان دي مول يبقى ينزل تحت منها مول، يبقى هنا 2 مول، وهنا بالنسبه لي دي كام؟ 2 مول. يبقى اعمل كروس مالتيبليكيشن. لما اعمل كروس مالتيبليكيشن هتلاقي 3 تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم 2 اوفر 2، فيطلع بالنسبه لك الريزلت 3 تايم 10 باور نيجاتيف 3 مول من مين يا معلم؟ من ال NaCl. طب تمام كده طلعت النمبر في المول بتاعت ال NaCl. ايه اللي ناقص بعد كده؟ هتقول لي حضرتك احسب مين؟ الفوليوم. انا حاجه غلط اعملها. يلا بص، زعلان من ايه؟ طب ماشي اما خلصت. انا خلاص طيب. ادعي لنا يا خبط عز. يبقى الفوليوم يبقى الفوليوم بتاعي هتقول لي اهوت انا عندي 15 مللي لتر، يبقى 15 دي بالملي لتر احولها لللتر، يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 3، يبقى دي بالنسبه لك تساوي لتر. حلو. انا ايه اللي ناقص لي عندي؟ ان انا لازم احسب الكونسنتريشن، يبقى المولاريتي بتاعتي بتساوي
النمبر اوف المول اوفر مين يا معلم؟ اوفر الفوليوم اوف السوليوشن، وده يكون بالليتر. يبقى النمبر اوف المول بتاع حضرتك كام؟ 3 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اوفر 1.5. لا هتقولي مش 1.5 دي 15 تايم 10 باور نيجاتيف 3، ونحسبها يا صاحبي تطلع كام؟ هيطلع بالنسبه لك 0.2 مولر. تعال نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لك from the previous figure calculate the concentration of the solution resulting from adding the intercontent of both. تعال نشوف المسألة اللي بعد كده. بيقول لك from the previous figure calculate the concentration. قول لي concentration of the solution resulting from adding the intercontents of both bottle to the glass beaker. ماشي يا عم، ادي جلاس A مثلا وادي جلاس B، والاثنين دولت هناخدهم كده نحطهم في البيكر ده. فبيقول لك احسب لي الكونسنتريشن بتاع السوليوشن اللي هيتكون هنا. اول حاجه هتعملها ايه يا صاحبي؟ انا شايف هنا على الكتب بتاعتي كاتب لي ام وكاتب لي في، يعني هو الراجل كاتب لك الكونسنتريشن وكاتب لك الفوليوم، ماشي، وهنا برضو كاتب لي برضو مين؟ الكونسنتريشن وكاتب لي الفوليوم. يبقى انت بما ان انت كاتب لي الكونسنتريشن وكاتب لي الفوليوم، يبقى انا مبدئيا هروح اجيب النمبر اوف المول هنا، واروح اجيب النمبر اوف المول هنا، وبعد ما اجيب النمبر اوف المول بتاع بوتل بي والنمبر اوف المول بتاع بوتل ايه، هشوف التوتال فوليوم بتاعي، وبناء عليه بعد ما جبت النمبر اوف المول بتاعت الميكسنج اللي انا الميكشر اللي انا عملته والفوليوم اللي انا عملته بتاعت الميكشر، اعمل النمبر اوف المول على الفوليوم التوتال فوليوم كله، يبقى انا كده وصلت للكونسنتريشن. يبقى تمام. تعال نروح نجيب النمبر اوف المول بتاع بوتل ايه مثلا اهو. يبقى النمبر اوف المول اوف بوتل ايه يعني. النمبر اوف المول ده هيساوي ايه؟ هتساوي المولاريتي بتاعتك تايم الفوليوم بتاعك، بس على شرط ان هو لازم يكون ايه؟ بالليتر. ماشي. الراجل هنا مديني 1000. حلو، 1000 ايه دي ملي لتر. خلاص، يبقى المولاريتي بتاعتي كام؟ هتقول لي 2.5 تايم 1000 تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان اجيب النمبر في المول، يبقى هنا طلع 2.5 مول. ماشي. تعالى نروح نجيب النمبر وفي المول بتاع بوتل بي، فتقول لي يبقى المولاريتي بتاعتي تايم الفوليوم بتاعك اللي هو الليتر، يبقى تقول لي بالنسبه لك المولاريتي طلع كام؟ 0.5 تايم 500 تايم 10 باور نيجاتيف 3. هنحسبها يا صاحبي طلعت كام؟ هتطلع 0.25 مول. تمام. هعمل ايه بعد كده؟ هنحسب التوتال نمبر اوف المولز اللي احنا هنضيفها جوه مين؟ جوه البيكر ده. ماشي. هتقول يبقى 2.5 بلس 0.25، هنحسبها يطلع 2.75 مول. ماشي. بعد كده بعد ما حسبنا النمبر في المول هحسب التوتال والفوليوم. يبقى التوتال فوليوم بتاعك هيساوي ايه؟ هتقول لي 1000 بلس 500. بعد كده اعمل ايه؟ تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان احولها لمين؟ للليتر. ماشي. لما احسب الكلام ده كله هيطلع ايه يا معلم؟ هيطلع 1500 تايم 10 باور نيجاتيف 3، فيطلع 1.5 لتر. كده انا طلعت مين؟ كده انا طلعت الفوليوم بتاعك. ماشي. توتال فوليوم بعد كده ناقص اخر ستيب بالنسبه لك ايه هو؟ ان حضرتك عايز الكونسنتريشن. هو الكونسنتريشن بيساوي ايه؟ اللي هي المولاريتي يعني المولاريتي بتاعتك بتساوي النمبر اوف المول اوفر الفوليوم اوف السوليوشن بتاعك، ولازم الفوليوم يكون بالليتر. ماشي. يبقى اذا المولاريتي هتساوي مين؟ النمبر اوف المول اوفر الفوليوم. هو احنا طلعنا النمبر في المول بكام اهو؟ لو احنا جينا بصينا هنا اهو طلع كام يا صاحبي؟ هتقول لي 2.75 اوفر الفوليوم اللي هو كام؟ 1.5. ولما احسبها يطلع كام؟ هنحسبها على الكالكوليتر بتاعتنا ونشوف. 2.75 اوفر 1.5 دوس ايكوال يا معلم. طلع 1.83. ماشي. وده مولر عشان بحسب المولاريتي، وبكده تكون المسألة دي خلصت. الراجل بيطلب منك ايه تاني؟ الراجل بيطلب من حضرتك calculate the concentration of iron in the produced solution. ماشي. هو ال produced solution ايه اصلا؟ ايه؟ مش انت مدوق NaOH؟ ايوه ادي NaOH. ال NaOH ده هتفكك لمين؟ هتديني Na بوزيتيف و OH نيجاتيف. ماشي.
مش احنا لسه حاسبين من شويه ان الكونسنتريشن اللي هيكون في السوليوشن بتاعي اللي هو 1.83 مولر؟ ايوه هو ده. لما اتفكك اداني ايه؟ اداني 1 من ال Na واداني 1 من ال OH. يبقى اذا الكونسنتريشن بتاع ال NOH فهو هيكون نفس ايه الكونسنتريشن بتاع مين؟ بتاع الاين اللي هو ال Na، يبقى 1.83. والهيدروكسيد هو ايه؟ 1.83. يبقى ده مولر وده مولر يا صاحبي. يبقى ده الكونسنتريشن بتاع الصوديوم ايون وده الكونسنتريشن بتاع مين؟ الهيدروكسيد. السؤال اللي بعد كده يقول لك how many moles of sulfuric acid required to neutralize the produced solution in beaker. قول لي بقى لو انا دلوقتي انا عندي solution هنا بتاعه، انا عايز اشوف قد ايه سلفوريك اسيد اقدر استخدمه عشان يترونلايز الكلام ده كله. هتقول لي اول حاجه عشان نعمل الكلام ده كله حضرتك لازم تعمل ايكويشن between السلفوريك اسيد وال NOH. والسلفوريك اسيد الكيميكال فورمولا بتاعته ايه؟ سلفوريك اسيد H2SO4. يبقى تقول لي H2SO4 هيرياكت مع ال NOH. اللي بيحصل ده احنا عارفين اسيد وبيز بيكونوا سولت ووتر، اللي بره مع اللي بره واللي جوه مع اللي جوه. يبقى اذا دلوقتي NaSO4 اسال عن الفالنس Na1SO4 يبقى اذا 2 يبقى Na2SO4 وطلع لك الووتر. بعد ما عملت كده اعمل بالانسنج الايكويشن، هنا H2 هنا H2 وهنا في H، هنا SO4 هنا SO4 هنا N1 هنا NO2. يبقى انا هعمل دي ايه تايم 2 كده الايكويشن بتاعتي بقت ايه؟ بالانس. ماشي. لان انت كده عايز السلفوريك اسيد اللي هو يتنوترلايز السوليوشن اللي هنا. انت عارف دلوقتي اللي احنا لسه قايلين من شويه ان التوتال فوليوم ولا التوتال مول اوف ال NOH جوه البيكر بتاعك ده كان بيساوي كام؟ 2.75 مول. ماشي. فانا عايز اشوف قد ايه بقى من H2SO4 هيبقى قد ايه. فهنعمل كام لاين؟ هنعمل سي لاين. حاضر. يبقى البروبلم ايكويشن كروس مالتيبيكيشن. في البروبلم ما هو البروبلم الراجل عايز النمبر في المول بتاع السلفوريك اسيد. يبقى كويشن مارك مول. ماشي. واحنا هنجيب النمبر في المول بتاع ال NOH اللي احنا حسبناه اصلا اللي هو مين؟ التوتال بتاعي اللي هو كام؟ 2.75 مول. ماشي. هعمل بعد كده يا صاحبي هعمل اللاين الاولاني ده في البروبلم، اللاين الثاني بتاع الايكويشن. هو كل HCl H2SO4 قصدي كان بيرياكت مع NOH قد ايه؟ كل 1 مول من ديت بيرياكت مع 2 مول. يبقى انا لما اعمل كروس مالتيبيكيشن يبقى كويشن مارك بتساوي 2.75 تايم 1 اوفر 2. اطلع النمبر اوف المول بتاعت السلفوريك اسيد. يبقى تعالى نحسبها على الكالكوليتر. يبقى 2.75 تايم 1 اوفر 2 طلع بالنسبه لحضرتك الريزلت بتاعتك طلعت 1.375 مول. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك how many grams of barium chloride PaCl2 are needed to obtain 500 ml of a solution with a chloride ion concentration is 0.5 molar. ماشي. انت عايز مين يا معلم؟ عايز النمبر اوف الجرام بتاعت الباريوم كلورايد. فهتقول لي طب انا دلوقتي لو معايا الباريوم كلورايد اصلا هو ده لما بيحصل له ايونايزيشن عشان يديني الايونز بتاعتي بكسر الكومباوند بتاعي نصين فاداني PA هنا بكام؟ 2Cl نيجاتيف وهنا PA 2 بوزيتيف. انت دلوقتي حضرتك بتقول لي ان الكونسنتريشن بتاعت Cl بكام؟ ب 0.5. بس عايزين نفهم حاجه مهمه جدا ان انا كل 1 مول من PaCl2 بيديني 1 مول من ال PA مع 2 مول من السيل. يعني بمعنى صح لو انا كنت جايب دي 1 مولر يبقى هنا اكيد 1 مولر واكيد هنا كام؟ 2 مولر. انت حضرتك هنا بتقول لي بقى ان الكونسنتريشن بتاعت الكلورايد كام؟ 0.5 مولر. يبقى يا ترى هو يديني قد ايه كونسنتريشن من ال PaCl؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى اذا الكونسنتريشن اوف ال PaCl2 هيساوي 0.5 تايم 1 اوفر 2. طلع كام يا صاحبي؟ 0.25 ايه مولر. يبقى ده الكونسنتريشن بتاع مين؟ بتاع البي سي ال. حاضر. حضرتك محتاج ايه اصلا؟ حضرتك محتاج الماس اصلا بتاع مين؟ بتاع البي سي ال 2. طب هو احنا ممكن نجيبها؟ مش انت عايز دلوقتي ايه؟ دلوقتي حضرتك عايز الماس. ما احنا عندنا لوب كبير قوي كده احنا عاملينه. ايه هو؟ اللوب بتاع حضرتك كان بيقول لك ان الماس بيساوي المولاريتي طيب الفوليوم اوف السوليوشن بتاع حضرتك ولازم يكون بالليتر وهنا المولر ماس. ماشي. مش انت عايز الماس ديت؟ ايوه. يبقى تقول لي المولاريتي ان احنا طلعناها 0.25
تايم الفوليوم اوف السوليوشن او بالليتر، يبقى تقول لي 500 مللي تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم المولر ماس بتاعت البي سي ال 2. فتقول لي طب ما انا اروح احسب المولر ماس بتاعت البي اي سي ال 2. البي اي بكام اصلا؟ 137 والسي ال هيبقى تقول لي 2 تايمز 35.5 ونحسبها. يبقى 135 بلس 2 تايم 35.5 طلع كام؟ 208. يبقى تقول لي تايم 208 وتعالى نشوف الريزلت بتاعتك تطلع قد ايه. يبقى تقول لي 0.25 تايم 500 تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم 208 طلع كام؟ 26 جرام. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لحضرتك لو سمحت how many moles of anions dissolved in 100 milli 0.1 molar of aluminum chloride solution. ماشي، تعال نشوف القصه بتاعت حضرتك لو سمحت. ماشي، انت هنا مديني مين يا صاحبي؟ انت عايز النمبر في المول بتاعت الاناينز. طب بما ان انت مديني الفوليوم ومديني الكونسنتريشن يبقى اجيب النمبر في المول بتاعت الالومنيوم كلورايد. يبقى الالومنيوم كلورايد دلوقتي اول حاجه تروح تحسبها هي النمبر في المول بتاع الكلام الجيفن اللي هو مديهولي. طب هو النمبر في المول بيساوي ايه اصلا؟ هتقول لي النمبر في المول بتاعك بيساوي المولاريتي تايم الفوليوم، بس الفوليوم لازم يكون في الليتر. طب المولاريتي كام؟ 0.1 والفوليوم 100 تايم 10 باور نيجاتيف 3. يبقى تقول لي 0.1 تايم 100 تايم 10 باور نيجاتيف 3. ماشي، هنا طلع كام؟ هنا طلع 0.01 مول. ماشي، هو الالومنيوم كلورايد اهوت AlCl3 لما انا اعمل له ايونيزيشن اللي يحصل هكسر الكومباوند ده نصين فتقول لي Al وادي Cl كام؟ 3. هنا كام؟ هنا 3 بوزيتيف هنا 1. ماشي، حضرتك عايز ايه بقى؟ عايز النمبر في المول. هتقول لي طب تمام بسيطه خالص، هعمل 3 لاين خالص اهو بروبلم ايكويشن كروس مالتيبليكيشن. انت دلوقتي البروبلم بتاعك كان كام؟ 0.01 مول. حضرتك عايز تعرف قد ايه مول اوف اينز من السيل اهو، يبقى كويشن مارك ايه؟ مول اهو اوف اين. بعد كده مش ده 1 يبقى 1 مول. طب ال 1 مول كان بيطلع قد ايه من السيل؟ هنزل دي مول يبقى 3 مول. بعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 0.01 تايمز 3 اوفر 1 واحسبها على الكالكوليتر بتاعتك. يبقى 0.01 تايمز 3 طلع عندك الريزلت ديت. طلع كام يا صاحبي؟ طلع 0.03 مول. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك calculate the molarity of each of the following. انت عايز المولاريتي ماشي. قال لك ions produced by dissolving 14.2 جرام of sodium sulfate in 100 milliliter of pure water. طب جميل جدا. هتقول لي اول حاجه حضرتك هنحسبها بمنتهى البساطه. مش انت عايز تحسب المولاريتي؟ عشان احسب المولاريتي فانا عندي لو بالمنظر ده. اللو ده بيقول لك ايه يا معلم؟ المولاريتي بتاعتك بتساوي النمبر وفي المول على الفوليوم وفي السوليوشن. ماشي يا صاحبي، يلا يبقى انا عايز مين؟ ناقص لي النمبر اوف المول. طب انت مديني ماس، يبقى هتقول لي اول حاجه اروح احسب مين دلوقتي؟ هروح احسب النمبر اوف المول. يبقى النمبر اوف المول بيساوي الماس اوفر المولر ماس. الماس مداني 14.2. طب المولر ماس هو مديني الصوديوم سلفيت؟ لا، يبقى انا لازم اكتب الصوديوم سلفيت الكيميكال فورمولا. بكتبها ازاي؟ اللي بشوف منطقه اكتبه صوديوم Na سلفيت SO4 واسال عن الفالنسي ده ب1 وده ب2. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اعمل كروس يبقى Na2SO4. هحسب المولر ماس بتاعتها يبقى 2 تايم 23 بلس 32 بلس 4 تايم 16. ماشي كده اجيب مين دلوقتي؟ كده هحسب النمبر في المول. يبقى 14.2 over 2 تايم 23 بلس 32 بلس 4 تايم 16 ونشوف الريزلت بتاعتك طلعت كام؟ هو 0.1. ده بالنسبه لحضرتك مين؟ النمبر اوف المول. حلو، انا عندي الفوليوم سوليوشن الراجل مديني ملي لتر، يبقى احسب مين؟ هحسب المولاريتي. المولاريتي هتساوي النمبر في المول هو 0.1 اوفر الفوليوم اوف سوليوشن الليتر يبقى 100 تايم 10 باور نيجاتيف 3. نحسبها عشان نجيب الكونسنتريشن. ماشي، يبقى 0.1 اوفر 100 تايم 10 باور نيجاتيف 3. طلعت كام؟ طلعت 1.
ماشي. انت دلوقتي عايز الاينز اهو، انت عايز المولاريتي بتاعت الاينز، هتقول لي خلاص هو ال Na2SO4 ده لما يدوب ويتحول لاينز هيديني Na بوزيتيف 1، بس هيديني كام منه 2 مول. ليه؟ لان بكسر الكومباوند ده فاداني 2 Na بوزيتيف وادي SO4 والفالنس بتاعها بيكون نيجاتيف 2. لان انت دلوقتي بتقول لي انا عايز اشوف ايه المولاريتي بتاعته، بما ان ده 1 مولر يبقى الريشيو كام؟ كان 2، يبقى هنا دي بالنسبه لك هتطلع 2 مولر، وهيطلع السلفيت كام يا صاحبي؟ هيطلع 1 مولر، ويبقى ده الكونسنتريشن بتاعت الاينز بتاعتك 1 مولر من الصوديوم اين، 2 مول قصدي 2 مولر من الصوديوم اين و1 مولر من السلفيت. هنشوف المساله اللي بعد كده. المساله اللي بعد كده بيقول لك calculate the molarity of each of the following solution of aluminum sulfate with an ions molarity بتاعته 0.2. ماشي. انت ايه بتقول لي ايه؟ السوليوشن بتاعت الالومنيوم سلفيت ويز ان اينز، المولاريتي الاينز بتاعتي المولاريتي بتاعتها كام؟ 0.2. هتقول لي خلاص طب ما تعالى نشوف الالومنيوم سلفيت Al فدي SO4 اللي الفالنس بتاعتها ب 3، السلفيت ب 2، فلما اعمل كروس يبقى Al2 وادي SO4 باي 3، يبقى اذا الكومباوند بتاعي Al2 SO4 باي 3. تعالى نشوف الاينز بتاعتي. هكسر الكومباوند ده نصين، هجيب ال 2 قبل Al يبقى 2Al 3 بوزيتيف بلس 3SO4 نيجاتيف 2. ماشي يا عم. هو انت كده دلوقتي عندك ايه؟ ده لك عندي 2 مول اينز من ال وعندك 3 مول اينز من SO4. حلو، يبقى انا دلوقتي التوتال مولز اوف الاينز اللي ناتجه من السوليوشن بتاعتي بتساوي 2 بلس 3، يعني بتساوي 5 مول اين. انت بقى بتقول لي ان التوتال اينز بتاعتي الكونسنتريشن بتاعها 0.2، صح كده؟ ايوه تمام جدا. ماشي، يبقى يا ترى دلوقتي بمنتهى البساطه لو انت عايز بقى الكونسنتريشن، بس عندهم مشكلة ومش عارفين ايه يدفعوا حاجة دلوقتي. يبقى الكونسنتريشن اوف ال Al2SO4 باي 3 هيساوي مين يا معلم؟ هيساوي التوتال مولاريتي بتاعتك على التوتال نمبر اوف المولز بتاعتي. يبقى تقول لي بالنسبه لي 0.2 اوفر 5، فيطلع بالنسبه لك الريزلت بتاعتك 0.04 مولر. ماشي، انا كده طلعت الكونسنتريشن بتاع مين؟ كده انا طلعت الكونسنتريشن بتاع الالومنيوم سلفيت. حلو، لو انا دلوقتي قررت ان انا اشوف الريزلت بتاعتي الكونسنتريشن بقى، انت عايز الاينز بتاعت الكونسنتريشن اللي هي مين اصلا؟ اللي هي بتاعت ال والكونسنتريشن اوف مين؟ SO4 نيجاتيف 2. هتقول لي خلاص يبقى انا هنا 0.4 اللي هي المولاريتي بتاعتك، انا عندي كام مول ايون من ال 2، يبقى هتقول لي تايم 2 فيطلع بالنسبه لك الريزلت 0.08 مولر. وانا عايز ال SO4 يبقى تقول لي 0.04 تايم كام مول من الايون 3، فيطلع بالنسبه لك 0.12 مولر. واحنا كده نكون حلينا المساله دي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. قال لك solution produced by dissolving 17 جرام of silver nitrate in 500 molar of distilled water. انت عايز مين؟ عايز المولاريتي بتاعتها. هتقول لي خلاص يا باشا بسيطه جدا. اول حاجه هنعملها مين يا معلم؟ انت عايز المولاريتي، حاضر، وانت مديني ماس ومديني فوليوم، يبقى انت خدنا اللوج كبير قوي ده، فاكره؟ ايوه فاكره. ايه هو؟ كان بيقول لك ان الماس بتساوي المولاريتي وادي الفوليوم اوف السوليوشن بتاعك بالليتر، وادي مين هنا؟ وادي هنا بالنسبه لك المولر ماس. قلت لي طب ما تعالى نحسب المولر ماس الاول اهوت بتاعت السيلفر نيتريت. بكتب الكيميكال فورمولا بتاعتي ازاي؟ فانا اللي بشوفه انت بكتبه سيلفر Ag نيتريت NO3، اسال عن الفالنس ده ب1 وده ب1، فاذا الاثنين هيروحوا مع بعض. يلا احسب لي بقى ايه المولر ماس بتاعت Ag NO3. Ag بكام؟ 108، بعد كده بلس ال N14 وعندي الاكسجين 3 تايمز 16. احسب المولر ماس بتاعتك يلا. هتقولي 108 بلس 14 بلس 3 تايمز 16، دوس يا باشا طلع كام؟ 170 جرام بير مول. كده انا طلعت المولر ماس. يبقى انا عايز مين؟ هحسب المولاريتي.
يلا يا باشا المولاريتي بتاعتك هتساوي ايه؟ مش انت عايز المولاريتي؟ هتساوي ماس اوفر الفوليوم اوف السوليوشن، ولازم يكون بالليتر، تايم المولار ماس. الماس بتاعتك بتساوي كام يا صاحبي؟ 17. الفوليوم اوف السوليوشن بتاعتك هتقول لي 500 تايم 10 to the power negative 3 عشان احولها لليتر، تايم المولار ماس بتاعتي 170. ماشي يا عم، يلا نحسبها اهو. بتقول لي 17 اوفر 500 تايم 10 to the power negative 3 تايم 170، ونشوف الريزلت اللي طالعه طلع كام. 0.2، يبقى 0.2 مولر. ماشي كده طلعت 0.2 مولر. طب بما ان الاي جي ان او 3 ده لما يحصل له ايونيزيشن هيديني اي جي بوزيتيف 1 ان او 3 نيجاتيف 1. لان انت بتقولي بقى الريشيو كام اصلا؟ هنا 1 هنا 1 هنا 1. فلو انا دلوقتي جايب 0.2 مولر يبقى اكيد هيطلع لي 0.2 مولر من الاي جي، ويطلع لي 0.2 مولر من الايه النيتريت ايون. يبقى انا كده طلعت المساله بتاعت حضرتك. هنخش على المساله اللي بعد كده. الراجل هنا بيقول لك calculate each of the following المولاريتي of each of the following cations in molar solution of copper sulfate. طب مبدئيا تعالى نشوف الكوبر سلفيت. تعالى نكتب كيميكال فورمولا. هتقول لي كوبر يبقى CU سلفيت SO4. تاني خطوه اسال على الفيلاسي دي ب2 دي ب2، فاذا يتروحوا مع بعض يبقى CU SO4. ماشي يا عم، تعالى نشوف بقى لما ده يحصل له ايونيزيشن ايه اللي هيحصل. هتقول لي اول حاجه الكوبر هتبقى CU2 بوزيتيف والسلفيت SO4 نيجاتيف 2. مين دولت؟ ده الفالنس بتاعتهم. ماشي، باين انت بتقول لي الكونسنتريشن مولر سوليوشن. يعني ايه مولر سوليوشن؟ يعني 1 مولر. يبقى 1 مولر هيطلع لي 1 مولر اوف الايونز بتاعت الCU2 بوزيتيف، ويطلع لي 1 مولر اوف السلفيت SO4 نيجاتيف 2. تعال نخش على المساله اللي بعد كده. بقول لحضرتك لو سمحت by dilution of sulfuric acid solution from 1 molar to 0.5 the number of المولز والايه. بص يا صاحبي، بما ان احنا كده كده عارفين ان احنا في المسائل بتاعه الدايلوشن ان الام 1 في 1 بتساوي ام 2 في 2. يعني مبدئيا كده قلت لك ام 1 كانت بتزيد يبقى الفي 1 بتقل، كان الام 2 بتقل كان الفي 1 بتزيد. فانا لو جيت بصينا ديت الام 1 تايم في 1 اللي هي بالنسبه لي مين؟ النمبر في المول. ولو انا جيت حسبت ديت ما هي دي برضه بتساوي النمبر في المول. وبما ان ديت ام 1 في 1 بتساوي ام 2 في 2 يبقى اذا ان 1 بتساوي ان 2. يعني تقصد دلوقتي ان النمبر اوف المول بتاع حضرتك بيفور بيساوي النمبر اوف المول بتاعك افتر. يبقى اذا النمبر اوف المول بتاعك ايه؟ ريمين ايه؟ ذا سيم. ماشي، تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك فوليوم اللي هو في اوف صوديوم سلفيت سوليوشن its concentration in its volume is tripled by distilled water. ماشي يا عم. So the concentration of sodium ion in the resulting solution بيكون ايه؟ هتقول لي ماشي، تعالى نجيب هنا الصوديوم سلفيت ادي Na2SO4. اللي هيحصل يا صاحبي هيتحول لايه؟ Na بوزيتيف SO4 نيجاتيف. بس هنعمل بالانسنج هنا هيبقى 2Na. طب تمام، مش انت بتقول لي الانيشال كونسنتريشن بتاعك اللي هو الام 1 بالنسبه لك ايكوال ام؟ ايوه، حلو جدا. تعالى نفهم على حاجه. لو انا جيت حسبت النمبر في المول يا صاحبي، النمبر في المول هيساوي ايه؟ هتقول لي ام 1 تايم الفي بتاع حضرتك. جميل جدا، اللي هو ده ايه؟ ده بيفور اهو. طب عسل قوي. حضرتك قررت انت تعمل ايه؟ حضرتك في هنا تريكايه، ايه هي؟ ان انا في الانيشال كونسنتريشن بتاعي اللي هو بمعنى اصح كده ان انا كان بالنسبه لي ان ايه كان بكام؟ هتقول لي كان الان ايه بوزيتيف بتاعتي كان الكونسنتريشن بتاعتك كان ايكوال 2 مولر. ماشي، ليه بقى؟ عشان كل واحده من الصوديوم سلفيت كان بيطلع لي كام؟ ان ايه بتطلع لي 2، فاذا الكونسنتريشن بتاع ان ايه 2 بوزيتيف اهي، طلع لي 2 مولر. انت حضرتك بتقول لي بقى لما انا هعمل الفوليوم بتاعك ايه؟ تريبل. تريبل يعني ايه؟ هتقول لي بمعنى اصح كده يبقى بدل ما هي في بس هتبقى كام؟ 3 في. طب تمام، تعالى نشوف حاجه بقى. لو انا دلوقتي حسبت الفي بتاعتك اهو، وانت كده كده عارف بمعنى اصح كده ان النمبر في المول بتاعك بيفور بيساوي النمبر في مول افتر. يبقى انا دلوقتي لو قررت ان انا احسب النمبر في المول اصلا هتقول لي يا باشا ما هو كونستانت. والله كونستانت ليه؟ ما انت قايل ان النمبر في المول بتاعك السبستانس بتاعتي قبل ما ابدا الدايلوشن بتكون كونستانت، والنمبر في المول بتاعت السبستانس بعد ما اعمل دايلوشن هي كونستانت. بس مين اللي بيتغير؟ اللي بيتغير بالنسبه لي الكونسنتريشن، والكونسنتريشن بيتغير نتيجه ايه؟
نتيجه التشينج في الفوليوم. يبقى انا دلوقتي هروح ممكن احسب مين دلوقتي؟ مش انا حصل عندي تغير في الفوليوم، يبقى انا ممكن احسب مين؟ التركيز الجديد اللي هو المولاريتي. يبقى المولاريتي هتساوي مين؟ النمبر اوف المول اوفر مين يا صاحبي؟ اوفر الفوليوم بتاعك اوف السوليوشن. بس انهي فوليوم بقى يا صاحبي؟ الفوليوم الجديد. يبقى الفوليوم النمبر في المول ده اللي هو كان بيساوي ايه بقى؟ مش انت كنت حاسب النمبر في المول بتساوي ام1 في1؟ ايوه جميل جدا اهو. يبقى ام تايم الفي اللي هي ام1 تايم الفي 1 اوفر مين يا صاحبي؟ اوفر 3 في. لما اجي احسبها هتلاقي ايه بقى؟ هتقول لي دلوقتي الفي دي هتروح مع الفي دي، يبقى اذا اتفضل ام اوفر 3. طب جميل جدا، ده كده مين؟ ده الكونسنتريشن الجديد. ماشي. طب انا دلوقتي بما ان انت طلعت لي الكونسنتريشن الجديد اللي هو ام اوفر 3، تقول لي ثواني، مش انا كان Na2SO4 ادتني Na2 بوزيتيف صح؟ وكام SO4؟ واحده. ماشي. يبقى انا دلوقتي نتفق على حاجه، يبقى يا ترى الام اوفر 3 هتطلع لي قد ايه من ال Na؟ وانا كان بالنسبه لي ان ال 1 مولر كان بيطلع لي 2 مولر. يبقى اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. لما اعمل كروس مالتيبليكيشن هتقول لي ايه؟ هتقول لي 2m اوفر مين؟ 2n تايم m اوفر 3 على الام ديت. فاللي يحصل يا صاحبي؟ هتقول لي تعالى نكنسل كل واحده مع بعض. فبالنسبه لك هتساوي ايه؟ 2m اوفر 3. يبقى اذا الانسر بتاعتك ايه؟ لتر ايه؟ لتر دي. تعال نشوف المساله اللي بعد كده. الراجل بيقول لك the volume of water required to dilute 1 liter of sodium chloride solution from 0.3 molar to 0.1 molar. هتقول لي طب تمام. بص يا صاحبي، انا بعرف منين؟ انت قايل لي M1 V1 M2 V2. الام الاولانيه بتكون كبيره، الام الفي 1 بتكون قليله، الام 2 بتكون قليله، الفي 1 الفي 2 بتكون كبيره، والفي 2 عباره عن في 1 بلس الووتر بتاعتك. انت عايز الاماونت بتاعت الووتر، يبقى انا مضطر احسب مين؟ احسب الفي 2. بعرف منين الام الفي 1 اللي هي الام 1 دي يا صاحبي؟ بعرفها ان هي بتكون الرقم الكبير، والام 2 بعرفها منين؟ اللي هي الرقم الصغير. طب تمام. هو الراجل بيقول لك ايه بقى دلوقتي؟ بيقول لك احسب لي الفوليوم اوف الووتر ريكوايرد تو دايلوت 1 لتر اوف السوليوشن. يبقى انا مبدئيا كان عندي سوليوشن الفي 1 بتاعته 1 لتر. ماشي. from 0.3 يبقى اذا دلوقتي 2 كذا، يبقى اذا ال 0.3 هي بالنسبه لي تمثل M1، يبقى دي 0.3. حضرتك رحت ضفت شويه ووتر، شويه ميه، عشان ايه اللي يحصل؟ عشان تخلي الكونسنتريشن بقى بتاع السوليوشن ده كله اللي هو بالنسبه لي M2 0.1. يبقى انا دلوقتي ال V2 اللي هي مين؟ ال V2 ده كله، بس هو مش عايز ده كله، امال عايز مين؟ عايز الاماونت بتاعت الووتر اللي انت ضفتها اللي هي الحته ديت. طب احسبها ازاي دلوقتي؟ تقول له اروح احسب ال V2، يبقى تقول لي M1 V1 بتساوي M2 V2. شيل كل الارقام وعوض يا باشا. ال M1 بكام؟ ال M1 بتاعتي 0.3، ال V1 ب1، ال M2 عندي مدالي بكام؟ 0.1. طب ال V2 هو مش عارفها، يبقى دلوقتي هتقول لي ال V2 بتاعتي بتساوي 0.3 تايم 1 اوفر 0.1 ونحسبها يا صاحبي. يبقى 0.3 تايم 1 اوفر 0.1 طلع عندك 3. يبقى ده كده الفوليوم بتاعك كام؟ V2 طلع ب 3. بس انا مش عايز ال V2، انا عايز ايه؟ ال V2 دي كانت عباره عن V1 بلس ووتر. طب ال V2 ب 3، ال V1 انت كنت قايل 1، يبقى الووتر بتاعتك قد ايه؟ احسب الووتر بتاعتي، يبقى تقول لي 3 ماينس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر سي. وبكده نكون خلصنا اسسمنت ويك 4. اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.